الأمر الذي ينبغي أن يدعونا للتفكير في اتخاذ إجراءات عملية جماعية ذات مغزى ومضمون حقيقي تتسق مع أهدافنا في الحفاظ على الهوية العربية وتدعيمها، وصد محاولات التدخل الخارجي في شؤوننا، وردع مساعي الأطراف الأخرى للمساس بسيادة الدول العربية الشقيقة وحياة مواطنيها. وأثق أننا جميعا وأمتنا العربية نعتقد أن ذلك الصد وهذا الردع هو حق لنا، هو دفاع عن أمننا دون تهديد لشقيق قريب أو لأي جار قريبا كان أو بعيد، هو درع لأوطاننا ولأهلنا، وليس سيفا مسلطا على أحد إلا من يبادرنا بالعدوان. لقد مرت بأمتنا مراحل لم تزد في أخطارها عما نعيشه اليوم، فرأى قادة الأمة العربية معها أنه لا مناص من توحيد الجهود لمواجهتها، وأنه لا بد من أدوات للعمل العربي العسكري المشترك للتغلب عليها. لكنه ومهما كان تقييمنا لمدى نجاح كل تلك الجهود، وإزاء إمكانية تفاقم الأوضاع والتحديات الراهنة من إرهاب يداهم ويروع ومن تدخلات خارجية شرسة، نحتاج إلى التفكير بعمق وبثقة في النفس في كيفية الاستعداد للتعامل مع تلك المستجدات من خلال تأسيس قوة عربية مشتركة دون ما انتقاص من سيادة أي من الدول العربية واستقلالها، وبما يتسق وأحكام ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وفي إطار من الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي، ودون أدنى تدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف. فبنفس قدر رفضنا لأي تدخل في شؤوننا، لا نسعى للافتئات على حق أي دولة في تقرير مستقبلها وفق الإرادة الحرة لشعبها. تحيا الأمة العربية، تحيا الأمة العربية، تحيا الأمة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.